مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا لأول مرة. معاكم أحمد توفيق، دي قناة باك تو ذا بيزز فانتزي الدوري الإنجليزي. مش هطول عليكم في حاجات كتير، اللي هو نعرف اللعبة ونتكلم على عندك كام لعيب في السكواد والحاجات الكتير دي، لأن أكيد أي حد جاي يدور على محتوى زي ده أو عايز يظبط الرانك بتاعه أو عايز يعمل معدل بوينتات حلو كل سيزون، لأن هي دي اللعبة عبارة عن بوينتات ورهانات وضحك وكل الكلام ده بعيدا عن البوينتات ورانكك هو تقييمك انت بتلعب. يعني ايه مدى خبرتك في اللعبة او ايه مدى ان انت كويس في اللعبة، مش شرط الخبرة، بس طبعا الخبرة بتفرق كتير جدا لما الموقف بتتكرر عليك في كل سيزون، بيكرر عليك مواقف مشابهة وبتبقى عارف او مخمن، مش اسمها عارف طبعا، لان دي كورة وهي دي المتعة ان فيها كل حاجة، فيها حلو فيها وحش، فيها ان انت تلبس خوازيق كتير، فيها ان انت تراهن رهانات غريبة وتبقى صح، فيها ان انت تلعب ضد افريج، تلعب في توقيت مع الافريج حسب المنطقة اللي انت فيها والرينج اللي انت فيه من البوينتات. المنطقة اللي انت فيها بتفرق جدا. اول حاجة هتكلم عنها هي رانكاتي القديمة في السنين اللي فاتت. طبعا بتختلف من موسم للتاني على حسب عدد الناس اللي بتبقى داخلة، لان الاعداد بتتزايد في كل سنة زي ما احنا شايفين، تكاد تكون بتتضاعف. وصلنا دلوقتي ل11 مليون تقريبا بيلعب اللعبة. سنين من دي كانت الفانتزي عبارة عن 3 مليون وفي 4 مليون وفي 6 مليون، أرقام كتير متفاوتة. زي ما هو ظاهر قدامكم 2017-2018 كنت في التوب 30K، أول 30,000. أعتقد كان موسم السيتي كان البطل، مان سيتي كان البطل. سيزون 16-17 كان تشيلسي كونتي، ده موسم بطل تشيلسي مع كونتي، كنت في أول 50,000 توب 50K. 18-19 السيتي برضو كان بطل، أول 80,000. 21-22 السنة اللي فاتت السيتي كان بطل في أول 155,000. 20-21 السيتي برضو كان بطل في أول 165,000. دخلت أول 100,000 على العالم 3 مرات، كانت متتالية بالمناسبة من 2016 لغاية 2019، 3 سيزونز مخلص فيهم في أول 100,000. وتواجدت في أماكن كتير أثناء السيزون، كنت وصلت ساعات 1000 على العالم أثناء السيزون، والسيزون ماشي ده من سنتين. لأن الرانك هو تقييمك في اللعبة، ما هي الأرقام زي ما قلت لكم قبل كده مفيش فيها مثلا أداء جميل، لأن أنا جبت فرقة لعبت حلو وانت فرقتك لعبت وحش أو أدت وحش، مش زي البي اس مثلا أو زي الماتش الحقيقي. الفانتزي عبارة عن أرقام، داتا، تحليلات، وهو ده اللي أنا هتكلم فيه وهراعيه كتير في الحلقات الجاية، ان انت لازم تركز، عايز تعمل رانك وعايز تبقى فوق لازم تركز كداتا، ما تطلعش قوي بره حتة فهم الكورة كتاكتكس وككذا، لا الحاجات دي ممكن تخليك بس تعرف الماتش هيروح في اتجاه مين، ولكن الداتا واقول لكم على كذا موقع طبعا وكذا حاجة بنقدر ان احنا نعرف من عليها الاحصائيات دي، وانا هلخصها ولمها، يعني القناة معمولة علشان كده، او انت عشان تستفيد من محتوى يبقى المحتوى كده، مش هيقعد اتكلم انا حاسس ان فلان هيجيب جونين، حاسس بناء على كذا، اللي هو من الاخر اللوجيك او الواقع. وطبعا اللوجيك او الواقع بيبقى صح بالنسبة الاكبر، ولكن مستحيل يكون 100%، لان هي نقطة المتعة في كده. يعني كتير ابقى متوقع ان فلان نزل يكسب فلان، اكيد الماتش منهي لمصلحة كذا، وتيجي المفاجأة. السيتي اتغلب قدامنا من كريستال بالاس، السيتي اتغلب من نورويش، السيتي الليفر اتغلب من نوتنجهام فورست، ده قريب جدا. حاجات كتير بتبقى عكس المتوقع تماما على النقيض، وفي حاجات بتبقى مختلفة وفي حاجات بتبقى افريج لازم تعملها. كل حاجة هنتكلم فيها بناء على الارقام والاحصائيات. لو عجبك الكلام اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل فيديو هينزل وتشوف كل جديد. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.